هاي حبايبي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. النهاردة هنعمل أحلى صينية بطاطس ممكن تعملوها في حياتكم بجد جدا. طعمها هتبقى روعة وهتعتمدوا الطريقة ديت. حاجة بسيطة وسهلة جدا بدون أي افتكاسات. الطريقة ديت يعني أنا بعملها بقالي سنين وتحفة، ومفيش حد بيدوق منها البطاطس ديت إلا لما بيقول بجد طعمها حلو جدا. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشيروا كومنتات كتير، لايكات اكتر يا قلبي. ونبتدي بان الطريقة. معانا بصل. البصل ده بيكون متقطع دواير كده، وملح وبابريكا وفلفل اسمر ومكعب ماجي. ومعانا الفراخ تكون مغسولة ومتنضفة ومتبلة كمان. ومعانا البطاطس متقطعة برضو دواير حلقات يعني. دي الفراخ ودي البطاطس. ومعانا برضو الخضار اللي هو الطماطم، طماطميتين وقرن فلفل حامي لو انت حابه سبايسي، وقرن فلفل رومي. هنا هو دعكت البصل كويس جدا بالملح والفلفل الاسمر والبهارات والبابريكا، بتديها طعم حلو قوي. برضو حطيت الطماطم والفلفل وقعد تدعكي كويس جدا. العصارة لما بتطلع بتدي طعم ونكهة جميلة جدا. نحط بقى البطاطس عليها وتتقلب كويس ونحط فص توم مهروس ومعلقتين صلصة. بالظبط صلصة، انا مش طحنت طماطم ولا اي حاجة، لا صلصة. انا هكتفي بالطماطم اللي متقطعة حلقات ومعلقتين الصلصة، وتتقلب كويس جدا جدا مع بعض. وتسيبيها يجي ربع ساعة نص ساعة كده، وتاخد وتدي بشكل ودي، بتبقى جميلة جدا. بصوا على لونها، والله خطيرة خطيرة. تبقى طعمها حلو قوي قوي والله العظيم. هتعجبكم جدا وسهلة جدا جدا. واللي عايز يعني ما يحطش المعلقتين الصلصة ويعمل بطماطم معصورة عادي، مفيش مشكلة. وهنا برضو حطيت الفراخ، وتروحي مقلبها كويس جدا جدا. بص حتى في الفرن رف اوسط لمدة نص ساعة بالظبط، وتكون متغطية بورق فوري او صينية. وتروحي مولعة على الشواية. بص بقى اللون بقى ولا الطعم، حاجة كده تستاهل بقكم والله العظيم. تسلم ايدي اللي انتوا اي حاجه بتعملوها، تسلم ايديكم يا قلبي. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ بصوا 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 على الجمال، والله لوحه فنيه. والكاميرا ظلمها كمان. دي على فكره مش محروقه، هي بس اللون عشان الاضاءه فعامله كده، لكن هي لونها جولد تحفه. بصوا. الله الله. والله كانت جميله. كانت ولادي كلهم عمالين يقولوا الله يا ماما على الروايح طعمها ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. وكل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم في فيديو جديد. وباي باي.